يا أهلا وسهلا. في جملة بنسمعها كتير كده من اللي حوالينا أو ممكن نقولها بينا وبين نفسنا: إحنا كنا بنحب بعض جدا، مفيش خيانة ومفيش عنف ومفيش ضرب ومفيش مشاكل كتيرة، بس حاسين إنه في حاجة بردت، وبرضه مش نفور ومش كره، حاجة كده اسمها فتور. طب إيه هو الفتور؟ أنا شايفة إن الفتور أخطر كتير من الخناقة، لأن الخناقة بيبقى فيها حرارة ومجهود مبذول، بس الفتور بتبقى مسافة وبعد. طب السؤال: إزاي اتنين بدأوا بحب حقيقي يوصلوا للبرود ده؟ أوقات كتير جدا الناس ما بتبدأش غلط، بس بتبدأ بنقص، في حاجة ناقصة. طب إيه الفرق؟ خليني أقول لكم من وجهة نظري المتواضعة. في فرق بين إننا بنحب بعض وإننا نعرف بعض. الحب في بدايته بيبقى فيه هرمونات، شغف وشوق ودلع وتركيز على الحلو. المخ نفسه بيبقى في حالة اسمها idealization، يعني المثالية. ساعتها بنشوف أفضل نسخة من الشخص اللي احنا معاه. لكن هل بنكون اتكلمنا عن طريقة إدارة الفلوس مثلا؟ التوقعات عن دور الزوج والزوجة في الجوازة دي؟ طب الأطفال؟ حدود الخصوصية؟ طب مثلا العلاقة بالأهل؟ طيب حدود الصداقة مع الجنس الآخر؟ وأسئلة كتير. هل بنبقى اتكلمنا ولا كنا عايشين اللحظة؟ أحيانا بنفتكر إن الحب هيحل كل حاجة، بس الحب محتاج أرضية اتفاق، دي عمارة وبنية بتتبني. طب إيه أساسها؟ في ناس فعلا اتفقوا على حاجات قبل الجواز، بس بعد الجواز اتغيروا. طب ليه؟ لأن الإنسان بينضج، أولوياته بتتغير، والتجارب اللي عدى فيها بتغيره برضو. المشكلة مش إن الرأي بيتغير، المشكلة إننا ما بنرجعش نتكلم من تاني. أصل العلاقة مش عقد اتكتب واتقفل، العلاقة زي الكائن الحي، لو ما خدش احتياجه هيبرد ويموت. يمكن برضو تكون المشكلة في اختلاف فهم وتقديم واستقبال لغات الحب. لغات الحب، ما الحب ليه لغات. في حد بيعبر عن حبه بالمسؤولية والشغل، وحد بيعبر بالكلام والاحتواء. واحد شايف انه بيقول بحبك لما يشتغل اكتر ويوفر ويأمن، والتاني شايف ان بحبك يعني وقت، يعني كلمة، يعني حضن. كل واحد فيهم حاسس انه بيدي، لكن التاني مش حاسس انه بياخد. مش لان الحب مش موجود، بس المشكلة ان اللغة مختلفة. يعني تخيل قاعد في قاعدة مع اتنين بيتكلموا لغتين غير بعض خالص، هتلاقي ان ده في وادي وده في وادي. ده بيتكلم وحاسس انه بيتكلم وبيعبر، والتاني برضو بيتكلم وبيعبر، بس مفيش لغة مشتركة ومش فاهمين بعض. طب هل ممكن تكون الحياة هي السبب في البرود ده؟ يعني الحياة هي اللي بتاكل الرومانسية اللي كانت موجودة؟ أصل الجواز بعد سنة مش زي الجواز بعد 7 سنين. الجواز بيبقى فيه مسؤوليات وأطفال وضغط وشغل وتعب. الطاقة اللي كانت رايحة للحب والتعبير عنه بقت رايحة للبقاء والاستمرارية. لو ما فيش وعي بالنقطة دي، العلاقة بتتحول لشراكة إدارية، مش لأنهم ما بيحبوش بعض، لكن لأنهم نسيوا يغذوا الحب والعلاقة الزوجية. كلنا بيعدي بالظروف، بس هل ممكن انه في ظروف ممكن تقوي العلاقة وفي ظروف تكسرها؟ اي زوجين في الدنيا ممكن يعدوا بأزمة صعبة، بس في أزمة بتقربهم من بعض وفي أزمة بتبعدهم. الفرق بيبقى في ايه طيب؟ اعتقد
انه بيبقى البرسبشن والتحليل اللي بيعملوه الزوجين خلال الأزمة ديت هو اللي بيخليهم يحددوا ايه اللي جاي. هل بيقولوا احنا فريق واحد ولا كل واحد مننا لوحده؟ هل بيقعدوا يلوموا بعض ويواجهوا بعض؟ وهل بيسمعوا ولا بيقضوها مدافعة عن نفسهم؟ لو الأزمة خلت النقطة انه بس بين انت او انا السبب، يبقى العلاقة بتضعف. بس لو الأزمة خلتهم يقولوا it's okay، احنا في ده سوا وهنحلها سوا وهنعديها سوا، العلاقة هتقوى. طب معلش كده سؤال، يعني الفتور معناه ان خلاص الحب كده خلص؟ ما اعتقدش. احيانا الفتور معناه بيب بيب، الحب محتاج صيانة زي البيت كده، لو ايدينا مش فيه وما تنضفش وما ترتبش حتى لو بشكل دوري، مش لازم يومي، يعني هو مش هيتهد بس هيبقى مليان غبرة وتراب. في علاقات بتعيش على مبدأ الامتنان، واعتقد ان ناس كتيرة مكملة في علاقتهم الزوجية اعتمادا على المبدأ ده، اننا نفتكر احنا اخترنا بعض ليه، طب احنا عدينا مع بعض بايه، واستحملنا قد ايه واستحملنا ايه، اتسندنا على بعض كم مرة. مش عشان نضغط على نفسنا، لكن عشان نفتكر الصورة الكبيرة. اصل في فرق بين التغاضي الصحي والتجاهل المدمر. انا شايفة ان التغاضي الصحي يعني ان انا ابقى شايفة العيب فين وعارفاه، بس بختار الصورة الكاملة. الموضوع ده لمسني شخصيا، وكان محتاج مني شوية بحث كده عن أساليب ازاي ارجع المركبة ديت لمسارها الصحي المريح. خليني اشارككم شوية افكار ايه اللي ممكن يتعمل لو حد في الحتة اللي انا بتكلم عنها ديت وحابب يجرب. انا شايفة من الاول كده نقعد قاعدة جلسة صريحة كده من غير اي اتهامات، ما نقعدش نقول خلالها انت او انتي. ممكن نبدأها كده انا حاسة بكذا، انا حاسة انه انت مش معايا مثلا، او انك مشغول عني، او ما بنقضيش وقت مع بعض. وممكن نقعد ونحدد احتياجات واضحة. ممكن نقول ايه رأيك نقعد مع بعض نص ساعة كل يوم لوحدنا. وممكن برضو نقعد ونعيد تعريف العلاقة ديت من فترة للتانية، ونقعد نقيمها ونشوف ايه اللي اتغير، طب هو ايه اللي ممكن نشتغل عليه. وممكن برضو نقعد نسترجع الذكريات المشتركة اللي بينا، مش عشان نعيش في الماضي، بس نوع من انواع احياء المشاعر. واخر حاجة برضو ممكن ان احنا نطلب المساعدة. ما هو مش عيب ان احنا نطلب المساعدة ومش ضعف. الواعي واللي باكي على الموضوع هو اللي بيبقى طالب المساعدة، ان كان مشروع زواج، ان كان مشروع تجاري. الانسان اللي بيطلب المساعدة ده انسان واعي. الحب مش احساس ثابت، الحب قرار بيتاخد كل يوم. والفتور مش نهاية، احيانا بيكون جرس انذار لطيف وخفيف. لو الاتنين لسه مش قادرين يستغنوا عن بعض، يبقى لسه في حاجة تستاهل يحاربوا عشانها. العلاقات مش بتموت فجأة، بس هي بتستنى حد يصحيها. والكلام ده على فكرة ليه بقية، وأتمنى أشوفكم وأنا بقوله على مهلي.